بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنحل اختبر فهمك على درس كوكب الأرض، اللي هو الدرس التاني في الوحدة التالتة، علوم أولى إعدادي ترم تاني، كتاب الامتحان 2024. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. رقم 1: تكمل الأرض دورة كاملة حول الشمس كل 365 سنة ولا 24 ساعة؟ بيقولي دورة حول الشمس ولا 30 يوم ولا 365 يوم؟ 365 يوم. طيب رقم 2: غاز نقط ضروري لعمليات التنفس في النبات. الهيدروجين ولا الO2 الأكسجين ولا ثاني أكسيد الكربون ولا النيتروجين؟ الO2 اللي هو الأكسجين. طيب رقم 3: تمتص طبقة الأوزون الأشعة تحت الحمراء ولا المرئية ولا السينية ولا فوق البنفسجية؟ فوق البنفسجية. طيب رقم 4: الغلاف الجوي للأرض يبطئ من سرعة الأقمار ولا النيازك ولا النجوم ولا المذنبات؟ النيازك. طيب أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. رقم 1: تمثل نسبة غاز أعلى نسبة للغازات المكونة للغلاف الجوي. غاز النيتروجين ده أعلى نسبة، نسبته 78%. طيب رقم 2: يقلل غاز نقط من تأثير غاز الأكسجين في عمليات الاحتراق وتستخدمه النباتات في تكوين نقط. مين اللي بيخفف من تأثير الأكسجين في الاحتراق؟ غاز النيتروجين، وتستخدمه النبات في تكوين البروتين. طيب رقم 3: متوسط كتلة الأرض حوالي 5.9 في 10⁻²² كيلو جرام، بينما متوسط نصف قطر الأرض حوالي 6386 كيلو متر. طيب رقم 4: نسبة غاز الأكسجين في الهواء الجوي 21%، بينما يشكل نسبة متغيرة من حجم الهواء بخار الماء. طيب رقم 3: أهمية الامتداد العظيم للغلاف الجوي للأرض. أهمية الامتداد العظيم للغلاف الجوي للأرض يحتوي على غازات مثل الO2 ضروري للتنفس والاحتراق، والCO2 ضروري للنبات في عملية البناء الضوئي وتصنيع الغذاء. يحتوي على N2 يخفف من تأثير الO2 في الاحتراق ويستخدمه النبات في تصنيع البروتين. طيب كمان إن هو يحترق فيه الشهب، يبطئ من سرعة النيازك، يوفر غازات ضرورية للكائنات الحية. طيب بعد كده اختبر فهمك 2: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. رقم 1: يمثل الغلاف المائي من مساحة السطح الكرة الأرضية. الغلاف المائي 50% ولا 60% ولا 71% ولا 97%؟ يعني نسبة المية 71%. محددش مياه عذبة ولا مياه مالحة، الماء كلها، إذن 71%. طيب رقم 2: من مصادر المياه العذبة الأنهار ولا المياه الجوفية ولا الجليد عند القطبين ولا جميع ما سبق؟ المياه العذبة، جميع ما سبق. طيب رقم 3: تساعد نقط على استقرار الغلاف الجوي للأرض في مكانه. الشمس ولا جاذبية الأرض ولا التربة ولا الصخور؟ جاذبية الأرض هي اللي بتساعد على استقرار الغلاف الجوي والغلاف المائي برضو حوالين كوكب الأرض. طيب رقم 4: أكبر طبقات الأرض سمكا هي القشرة الأرضية ولا لب الأرض ولا الوشاح؟ لب الأرض، عشان اللب داخلي وخارجي، فلو جمعناهم مع بعض هيطلع سمكهم أكبر من الوشاح. طيب رقم 2: ادرس الشكل المقابل ثم اكتب رقم الطبقة التي تشير إليها كل عبارة
من العبارات الآتية. رقم 1: طبقة صلبة تحتوي على الحديد والنيكل، اللب الداخلي. رقم 4. طيب رقم 2: طبقة سمكها 2885، الوشاح، اللي هي رقم 2. طيب رقم 3: طبقة توجد في حالة منصهرة، رقم 3، اللي هي اللب الخارجي. طيب رقم 4: طبقة سمكها يتراوح ما بين 8 إلى 60 كيلومتر تقريبا، رقم 1، اللي هي القشرة. شكرا لك.